عايزة تشيلي دماغك من أكل اليوم كله، ورانا تفريزات وتنظيف وشهر رمضان، اعملي بقى ايه الأكلة دي اختصري. طماطماية، قرنين فلفل، فصين توم، وعندي كوباية عدس نقعها قبلها بساعتين، اديها غلوتين، ومعاكي بصلتين. الطماطم اضربيها في الخلاط وحطيها تتسبك مع شوية زيت. البصل قطعيه جوانح كده من غير ما تحطي عليه اي حاجة، وحلة فيها زيت وارميهم فيها. طبعا عرفتوا الأكلة دي. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش اللايك والمتابعة، يعني الصفحة على الله حكايتي. حمريها، وفي نفس زيت الحلة هنحط عليها الشعرية. هتنزلتي بالشعرية اديها تشويحتين، وانزلي بالعدس بقى بعد ما تصفيه من المية. ادينا غلوتين اهو، ما استواش قوي، وحطيناه على الشعرية. هديله يعني تشويحة كده، وانزل عليه بنوعين مكرونة اللي تحبيه. أكلة اقتصادية وبتخلص في مش عايزة أقولك أقل من 5 دقايق. حطي خديتها تحت تشويحتين المكرونة، حطي كوباية الرز. كانت الطماطم اتسبكت، وحيقي وما تنسيش في الاتنين ربع معلقة صغيرة سكر. حيقي زي ما بتحيقي أي مكرونة، فلفل أسمر، ملح، كزبرة، كمون. انزلي بالمية يا دوبك تبقى عقل الصبع كده زي ما بتسوي الرز، هتلاقيه معاكي مفلفل وتحفة تحفة. هنا استوى. هحط عليه معلقتين زيت كده يفرفروه، هو اصلا مش محتاج، بس معلقتين الزيت بتديله لمعة وطعم حلو. اهو بيفرفر، مفرفر، ومفيش رزاية معجنة ولا مكروناية ولا اي حاجة. لو وصلتي معايا لحد هنا، لايك ومتابعة، واتمنى وصفاتي تكون بتعجبكم. ولو استفادوا منها اي شيء وحسيتوا ان هي كويسة. هنا بقى الصلصة هنا عايزة اقول لكم اختصرنا 3 حاجات في حاجة واحدة. حطينا الشطة، القرنين الفلفل، وفصين الثوم. بدل ولا تعملي ولا تصفي بقى مكرونة، ولا تغسلي، ولا حلل كتير، ولا مواعين. اعمليه وشيلي دماغك، حقيقي بيبقى خطير. كله كده في حلة واحدة. اتمنى يكون الوصفة عجبتكم. و